ولاني واثقه اني بعمل احلى طبق سويت اند ساور ممكن اتحدى اي مطعم انه يعمله احسن مني، وبعد ما تجربوا طريقتي في الفيديو ده هتتاكدوا من كلامي. تعالوا اقول لكم بعمله ازاي. اول حاجه تبلت قطع الفراخ ملح وفلفل اسود وبصل باودر وتوم باودر وبابريكا، وبعد ما عملت ميكس الفراخ مع التتبيله حطيتهم في دقيق وبعد كده قليتهم في زيت غزير لغايه ما خدوا اللون الحلو ده واستوت كده وبقت كريسبي، وخرجتها وخليتها على جنب لغايه بقى ما اعمل الصوص. في حلة على النار حطيت فيها شوية من الزيت وشوحت فيها بصل وفلفل ألوان وجزر متقطعين مكعبات، قلبتهم شوية كده على النار لغاية لما يتبلوا بس. وعلى جنب كنت بجهز معلقة كبيرة نشا، معلقتين كبار من السكر، كوباية كبيرة من المية، ودوبت كل ده مع بعض مع المية، وبعد كده حطيتهم على الخضار بعد ما دبل وتشوح كويس. وبعد ما قلبتهم مع بعض ضفت ربع كوباية من الخل الأبيض ونص كوباية من الكاتشب، ورجعت قلبت تاني كل ده مع بعض، وآخر حاجة ضفتها للصوص كانت نص كوباية من الصويا صوص. وفضلت أقلب كده في كل ده لغاية لما الصوص تقل من النشا، وآخر حاجة ضفتها كانت عبارة عن فصين من توم مفرومين، وقلبت التوم مع الصوص لغاية كده ما ريحته طلعت واندمجت مع الصوص كويس، وضفت بقى آخر حاجة قطع الفراخ المقلية. عملت ميكس كويس للفراخ مع الصوص وخليتهم على نار هادية لمدة 10 دقايق لغاية كده ما الفراخ تتشرب بالصوص ويبقى طعمها تحفة. ويلا نجهز أحلى نودلز. في حلة على النار حطيت شوية من الزيت وشوحت فيهم جزر وفلفل ألوان وثلاث فصوص من الثوم المفرومين، شوحتهم كويس في الزيت لغاية لما الخضار ده دبل. بعد كده دوبت معلقة كبيرة من النشا في كوباية من المية وضفتها على الخضار ده، ورجعت قلبت الخضار مع المية كده بالنشا علشان الصوص يبقى تقيل. بعد كده ضفت ربع كوباية من الكاتشب وربع كوباية من الصويا صوص، وعملت ميكس لكل الصوصات دي مع بعض لغاية لما تقل وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده صوص المكرونة كمان بقى جاهز. حطيت عليه المكرونة الفوتوتشيني المسلوقة وقلبت كل المكرونة مع الصوص بالخضار كده، وخليتها على نار هادية من 7 ل10 دقايق علشان كمان المكرونة تتشرب بالصوص وتبقى مستوية تماما. وهنا حرفيا وبدون مبالغة هتاكلوا أحلى طبق سويت اند ساور بالنودلز دقتوه في حياتكم. وفي الآخر رشيت رشة كده من السمسم اختياري على الفراخ، ولازم تجربوه بطريقتي وانجوي.